ما تيجي اعلمك طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالفراخ، انما ايه حاجة كده حكاية، وما خدش مننا غير 5 دقايق بس. يلا بينا، يلا بينا. جبت الحلة بتاعتي، نزلت بشوية من السمنة ونزلت بشوية من الزيت، وجبت الفراخ بتاعتي اللي غسلها ومقطعها كيوبس، استخدمت هنا وراك، وجبت بصلاية وفلفل اخضر متقطعين جوليان زي ما حضراتكم شايفين كده. اديتهم تقليبة بسيطة، وبعدين اديت رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح ومعلقة من التوم، يعني حاجة كده بسيطة قوي. ونزلت باللسان العصفور زي ما حضراتكم شايفين، كنت باشر طماطميتين نزلت بيهم، ونزلت بمعلقتين كبار صلصة بوريه، وقلبت كل ده في بعضه، واديت بيون على حسب الكمية لوشين كده، وسبته لمدة لا تقل عن 5 دقايق. وبكده هبدأ أبقف في الطاجن. جبت الطاجن بتاعي، بدأت أغرف بالشكل ده. عايز أقولك إن الريحة وهم. وده الطاجن بتاعي، غلفته ودخلته الفرن درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة بالظبط، وشلت. وبعد الربع ساعة شلت الفويل ودخلته 5 دقايق، خد الوش ده. وبكده بقى معايا أفضل وأطعم وأحلى طاجن لسان عصفور بالفراخ، حاجة كده جديدة ومميزة، والله العظيم الطعم خطير. بألف هنا وشفا، يا رب يعجبكم.